بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم ولقاء جديد إن شاء الله مع حركة غلابة، اللي اتشرفت إن أكون متحدث رسمي باسمها. النهاردة هنتكلم في شوية حاجات سريعا، لكن في البداية طبعا احنا عايزين نعلق على شوية تصريحات لإعلاميين المرتزقة، إعلاميين السيسي. طلع علينا من كام يوم كده أحمد موسى، وكان تقريبا متابعنا أو جات له تعليمات من المخابرات: يلا يا أحمد يا موسى روح انبح وهوهو على حركة غلابة. فالراجل ما كدبش خبر وشاف البيان وقعد يعني اهتم بالقصة، لأنها طبعا القصة دي من وجهة نظره انها في حالة نجاحها الثمن هيكون رقبته ورقبة ناس كتير جدا، فالناس بتدافع على رقبتها وليهم حق طبعا. يعني لو انا حاطط نفسي مكانهم اكيد هعمل اي حاجة، هعمل رقاصة، هعمل بلطجي، هعمل كلب زي ما هو عامل كده. المهم ان في النهاية خالص هدافع بمنتهى الشراسة على النظام السفاح اللي بيحكم مصر حاليا، وعلى القزم اللي جايبينه ما اعرفش من انهي مصيبه علشان يعني يشوه مصر ويدمرها لهذا المستوى. فبدأ يتكلم بمنتهى الغباء، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى بيستخدم جهلهم كجندي من جنود الله. وهنسمع مع بعض هو قال ايه، وفي نفس الوقت نبدأ نشوف الكلام رايح فين وجاي منين. تعالوا نسمع احمد موسى ونشوف قال ايه معانا. عشان مش ههنيكم باللي انتوا عملتوه، واللي انتوا عملتوه هتدفعوا للشعب ثمنه. وبصراحه انه الشعب المطحون ده كانت بدايه من يوم الاحد يمكن او يوم الاثنين بداوا يتكلموا انه هنعمل ثوره جديده، واللي احنا بنقوله هنبدا نحضر لها. قبل بس ما نكمل مع الحمار ده، احنا مش هنعمل ثوره جديده ولا حاجه، احنا هنستكمل ثوره يناير اللي هو بيتهمنا ان احنا بنعمل زي ما عملنا في ثوره يناير. يعني الراجل من العته بيتهمنا باللي احنا بنقوله، احنا مش بننكر ده. عموما هنسمع. اشتغلوا عليها بالطريقه بالظبط اللي قبل 25 يناير، نفس الطريقه اللي هي شغل في الشارع، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، غيره، منشورات تترمي في الميادين، منشورات تترمي في الشوارع، في الاتوبيسات، في وسائل النقل، ناس يقعدوا يتكلموا مع الناس. ابدا اعمل عمليه شحن للناس. الناس يعني نتكلم مع الناس ونقول لهم احنا مش اخوان. ما هو احنا مش اخوان يا غبي، فعلا احنا مش اخوان. يعني احلف لك على مصر، احلف لك بالطلاق ان احنا مش اخوان. مش فاهم يعني. بغض النظر، قول اخوان، قول اشتراكيين، قول ليبراليين، ده ما يشغلناش. اللي يشغلنا ان واللي يهمنا قوي ان الناس عارفه كويس جدا ان انتوا شويه كدابين، وعارفه كويس جدا ان نهايتكم قربت. نكمل مع المتخلف ده. واحنا مش سلفيين، واحنا مش ليبراليين، واحنا مش تبع حد. احنا من الشعب الغلبان الطيب. لا 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 لا، لحظة بس، معلش لحظة. احنا من الشعب الغلبان صحيح، والغلبان قلناها وفسرناها كذا مرة. احنا مش طيبين. الغلابة اللي انتوا كنتوا فاكرينهم طيبين خلاص ده كان زمان. الطيب من وجهة نظركم اللي هو بيتحمل واللي هو بيتضرب على قفاه ويسكت، دي كانت مرحلة وخلصت. يا حقير انت والحقرة اللي بيحكموا مصر دلوقتي بالعافية. الغلابة مش هم الناس اللي انتوا كنتوا تعرفوهم زمان. الغلابة مش طيبين زي ما انتوا فاكرين. زعل الغلابة وحش، غضبة الغلابة هتشوفوها في 11/11. الغلابة لما بيزعلوا اللي زيك واللي زي غيرك ما بيبقاش ليهم مكان يستخبوا فيه.
وصدقني والله حتى لو رتبت من دلوقتي ان انت تسافر ولا تقعد ولا تروح، هنجيبك حتى من تحت الارض انت والعصابه بالكامل. احنا طالعين يا حبيبي، وابقى شوف اعلى ما في خيلك انت وهم اركبوه. تمام؟ الشعب هو اللي هيركب في الفتره الجايه. الناس الغلابه اللي انت بتقول عليهم طيبين يا حبيب قلبي هتشوف طيبتهم كويس جدا. 11 هتعرف ان احنا ما بقيناش طيبين قوي زي ما انت فاهم. نكمل مع الغبي. احنا من الناس اللي حاسين بالغلاء وبالغلابه. احنا اللي بندور على صالح البلد ديت. واحنا 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 واحنا. يقعد يقول لك الكلام ده، واول ما يقول لك الكلمتين دول على طول اعرف انه واحد من الاخوان. والله انت يعني انا ما اعرفش انت الاخوان عاملين لك حرقان ليه يا متخلف. احنا ولا كنا من الاخوان في يوم من الايام ولا هنكون، ومش معنى ده ان احنا بنقول ان الاخوان وحشين ولا زي ما انتوا بتقولوا الارهابيين. الكلام الفاضي ده كلام احنا ما بنهتمش بيه. الاخوان كانوا فصيل من ثوره 25 يناير وهيكونوا فصيل في الفتره اللي جايه، بس اللي انا بتكلم فيه تاني على لسان الحركه دي ما تتبعش حد، ومش هتسلم رايه قيادتها لاي حد. قيادتها هم الشباب اللي في مصر. عشان نفهم تاني، انا راجل هنا موجود بره مصر علشان ما ينفعش يبقى فيه متحدث رسمي في مصر، عشان كلابكم انتوا عارفين انتوا تعملوا ايه في اي حد بيعارض. تمام؟ ومش من الذكاء يا اغبياء ان احنا نخلي لساننا موجود تحت ايديكم وتحت درسكم في مصر. لسان الحركه بره وجسمها كله جوه، ايديها اللي هتضرب بيها الاشكال الوسخه اللي زيكم جوه. عشان كده محدش يقعد يتكلم في قصه ان الحركه اصلها بره، اللي بقى فيش حد في الحركه بره الا انا. من الاخر الناس فوضتني ان انا اتكلم كمتحدث رسمي عنهم لاسباب امنيه كلنا نعرفها، واولنا المتخلف الحيوان اللي بيتكلم ده. هو عارف كويس جدا ان اللي بيعارض سواء كان مسلم ولا مسيحي، ليبرالي ولا اشتراكي ولا غيرهم، كلهم في السجون النهارده. هل من الذكاء ان احنا نعمل حركه ونقول لهم اتفضلوا امسكونا؟ احنا عارفين بنعمل ايه من اول لحظه لاخر لحظه. ان شاء الله بمشيئه الله ختام مجهودنا هيكون في الشارع، وهيكون بمشيئه الله نصر كبير جدا لكل مظلوم وكل مقهور في البلد، اللي هو في النهايه بيتحط تحت مصطلح الغلابه، اللي هم لحد دلوقتي مش فاهمينه. متخيلين ان الغلابه دول هم نفسهم اللي بيضحكوا عليهم بكلمتين من واحد معتوه زي ده، اصلا ما كانش بيفك الخط وكان شغال كل شغلته كان مخبر. متخيلين ان الغلابه بتصدق المتخلف ده. ادخلوا على صفحته، ادخلوا على تعليقات الناس الغلابه اللي هو بيتكلم عليه هو شخصيا، هتعرفوا احنا داخلين على ايه، وهتعرفوا مين اللي بيأيدنا ومين اللي متضامن مع الحركه دي بشكل كويس. المتضامن مع الحركه دي كل اطياف الشعب المصري الحمد لله، والله بلا استثناء. والله كمان مره اللي متضامن معانا هم كل فصائل الشعب المصري. الناس اللي ملهاش ايديولوجيه خالص وما تتبعش اي حد هم العمود الفقري بتاع حركه غلابه. بيدعمنا بقى وبيأيدنا الليبراليين او الاشتراكيين او الاخوان او السلف او اي حد. يا اهلا باي حد يدعمنا واهلا بيه. يتفضل، لان ده شوارع مصر ملك للمصريين كلهم باختلاف انتماءاتهم، وما حدش يقدر يحجر على حد ويقول له لا انا نازل انت ما تنزلش. ده كلام اهبل، كلام عبيط، ما حدش اصلا له الصلاحيه دي، ولا هيكون لحد صلاحيه ان يمنع واحد من الثوره على نظام وعصابه حقيره زي اللي بتحكم مصر دلوقتي. تمام؟ مع المتخلف بس نختم معاه بكلمتين عشان نقفل قصه المتخلف ده، ونرد على رساله المخابرات اللي على لسانه. فهنسمع كلمتين منه وننتقل لمتخلف تاني وتسمعوا كلامه. او واحده من الاخوان، او واحد من الطابور الخامس، او واحده من الطابور الخامس، ما هم بقوا الاثنين النهارده اتلموا مع بعض، فبيجهزوا للكلام ده. نختار جمعه من الجمعه بعد شهرين كده ولا حاجه، ويلا ننزل
زي بالظبط اللي حصل. انا بفكركم بالتاريخ 25 يناير و28 يناير 2011. في 25 يناير قال لك احنا ما نزلناش، ونزل في 28 خد كل حاجه. ودلوقتي يقول لك ايه؟ نفس اللغه. انا بحاول بس اقول لكم الامور اللي حضراتكم تبقوا عارفينها، نفس اللغه. ما هو فعلا انت يعني صدقت وانت الكذوب. هي نفس اللغه، لان هي نفس الناس اللي عملت 25 هي اللي بتعمل دلوقتي ثوره الغلابه وبتستكمل ثورتها. نفس الناس فعلا. هو ما كذبش في دي، لان هو يعني الحقيقه طلعت على لسانه غصب عنه وبدون ما يفهم. احنا يا جماعه عايزين نكمل ثوره 25 يناير بمنتهى البساطه. اذا كنتوا بتتهموا ثوره 25 يناير بحاجه فاتهمونا بيها. احنا الناس اللي عملتها بالفعل، احنا الناس اللي شاركنا فيها. انا واحد من ضمن الناس اللي كانوا اصيبوا في معركه الجمل، ما حدش يجي يزايد علينا النهارده. وكل الشباب اللي في مصر والله كانوا في ثوره 25 وهيكملوا. احنا طالعين نكمل ثوره، مش طالعين نعمل اختراع جديد. تمام؟ اللي ايدنا اهلا بيه واللي ما ايدناش اهلا بيه. استنانا في البيت لحد ما نحرر بلدنا ونبقى نقول لك. على فكره ما فيش حد فينا بيتناقش مع حد فينا في اي حاجه فاتت، وده اللي منجح الحركه. يعني احنا ما بنفتحش اي سجلات ولا دفاتر قديمه. احنا رحنا قافلين راكنين كل حاجه وقلنا خلاص يا جماعه احنا مبدا ان كله غلط بعد الثوره، وسيبنا الثوره الاشكال وسخه زي دي تلعب بينا كلنا. شويه معاتيه 50% من المجلس العسكري والشرطه الحقيره لعبت بينا الكوره وخلاص الجيم خلص. احنا بادئين ماتش تاني خالص، ماتش فيه فريق واحد هو اللي بيلعب، فريق الشعب الغلبان المطحون اللي اتظلم واتقهر لمده 7000 سنه مش 60 سنه بس. الشعب ده بالفعل وصلت معاه للظهور. انتوا جبتوا واحد امعة، واحد مهزأ، وصلها معانا لمستوى ان احنا مش هينفع نكمل بالشكل ده، وخدمتونا اكبر خدمه. بينتوا فينا الوحش والحلو، وعملتوا فرز للناس اللي كنا فاكرينها كويسين. خدمتونا خدمه كبيره جدا. واللي جاي ان شاء الله نصر من عند ربنا سبحانه وتعالى. شايفينه وشامين ريحه الحريه من دلوقتي، وكله هيشوف ده بعينه في خلال الفتره الجايه بمشيئه الله. عموما هنحاول ننتقل لتصريحات حد تاني بعيد عن المعتوه ده، وبقول له طبعا ايه، بلغ اسيادك في المعاتيه في المخابرات ان اللعب معانا غير اللعب مع الاخوان وغير اللعب مع اي حد. احنا ملناش مسكه تعرفوا تمسكوها، وملناش راس تعرفوا تقطعوها. خلاص النتيجه هتشوفوها قريب جدا عملي. وبالنسبه للي خايف فيكم على نفسه، قدامه حلين: يا يخرس ويشوف له حته يستخبى فيها، يا يعلن تمرده على نظام السيسي من النهارده بشكل رسمي ويعلن اعتذاره عن كل اللي عمله في الفتره اللي فاتت. غير كده والله 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 كمان مره ما في حد فيكم هيترحم من اولكم لاخركم. المخابرات طبعا بتستخدم كذا كلب، يعني مش واحد بس. طلعوا لنا مره كمال الهلباوي طلع بيقول لك على موقع اسمه 24 تقريبا ان الحركه دي حركه الاخوان، والاخوان اللبانه اللي اتهرست وبقت مسخه. كل اللي يقول لهم لا يبقى وحش ومن الاخوان، كل اللي يقول لهم انتوا خلاص نظامكم ده ما بقاش ينفع يبقى اخوان. انتوا والله انتوا بتخدموا الاخوان يعني بغبائكم وجهلكم ده انتوا بتبينوا ان الاخوان كويسين جدا وناس شايفه كل حاجه صح. يمكن ربنا بينطقكم بالحق غصب عنكم، يعني ليه حكمه. كمال الهلباوي عيب، انت راجل كبرت وراجل يعني المفترض ان انت يعني هربان من عزرائيل. يعني حاسب على الكام يوم اللي جايين دول وحاول تموت بكرامه. يعني يا راجل عيب، يا راجل عيب. ده انت كبرت ومش هقول خرفت، كبرت وعرست. يعني انت عديت مرحله التعريس وقله الادب لمستوى من الحقاره واصل. يعني انا ما بقتش قادر ابلعه. يعني ايه اللي انت خلاص سكت
وجاي دلوقتي تتكلم حرقاك قوي حركه غلابه. عموما هتشوف الحرقان اللي بجد في 11/11 انت واشكال الوسخه اللي واقفه معاك. ختمت بقى النهارده بالعرس الصغير اللي طوله شبر ونص ده اللي هو عبد الرحيم علي. طلع عبد الرحيم علي بقول لك حركه غلابه برضو اخوان نفس اللي بانا يعني، لان طبعا اللي بيكتب في المخابرات واحد واللي بيقرا شويه كلام، كلهم بيقروا من ورقه واحده. طالع بيقول لنا حركه غلابه حركه اخوان ومدعومه من تركيا. طيب يا حبيب قلبي، طب اقول لك ايه؟ بس اقول لك ايه وانت فيك كل العبر؟ اشتمك بايه وانت فيك كل العبر؟ المشكله بقى تعالوا روحوا عند صفحه عبد الرحيم علي نفسه اللي هو نشر الكلام ده فيها، تمام؟ انا هنزل لكم الصوره بتاع الخبر. هتلاقوا اللي رد عليه حوالي 400 واحد ولا 500 مثلا. 90% منهم بيهزقوه وبيشتموه، وعلى فكره اللي بيردوا عليه دول هم الناس اللي كانوا بيصدقوه في الاول، هم الناس اللي كانوا مصدقين ان السيسي ده ما اعرفش ايه وان الاخوان دول ارهابيين. هم نفس الناس دي النهارده فاقت وبدات ترد على الاشكال الوسخه دي، لان هو اصلا اللي عامل متابعه للصفحات ما كناش احنا خالص، ما كانش في حد من مناهضي الانقلاب في الاول متابع واحد كلب زي ده. لكن فعلا الملاحظ دلوقتي لو انتوا دخلتوا اليوم السابع ولا مصر اليوم ولا على صفحات الاشكال الزباله دي، هتلاقوا اللي بيرد عليهم هم الناس اللي كانوا مأيدينهم في الاول وكانوا مصدقينهم في الاول. الباقي بقى يعني مثلا 90% وال 10% دول اللي هم اللجان اللي شغالين اللي تعبين نفسهم جدا يعني، بس طبعا ده يعني هم كمان بيخدموا بدون اي عقل. الناس بتاخد فلوس عشان تقعد تكتب وتهاجم، كل واحد فيهم عامل 10 15 حساب باسماء مختلفه، والهجوم نفسه بيبقى واخد اشكال مختلفه، مره شتيمه ومره يعمل ان هو معاك بس بيشككك في حاجه، ومره هتلاقي الاشكال الوسخه دي منتشره كتير جدا على كل صفحات الفيس دلوقتي، اللي مع واللي ضد. تمام؟ المهم ده كان حاجه النهارده قالها عبد الرحيم علي. وائل الابراشي بعت لنا المعده بتاعته على اساس انها نعمل معاه مداخله، وانا بقول له ما فيش اي مشكله خالص، انا ممكن اعمل مداخله مع الجن الازرق مع الشيطان، لان احنا كلامنا واضح وكلامنا واحد، ما بنخافش من حد، وطريقنا هدفنا اعلناه، ما عندناش اهداف تانية، ملناش مصالح مع حد. عايز تسال اسال، وانا جاهز اهو قدامك، وانا جاهز لاي حد فيكم ان انا اتكلم معاه او ان انا اتكلم من خلاله. عايزين تتكلموا اتفضلوا، انا جاهز كمتحدث رسمي لحركه غلابه مع اي حد فيكم. طبعا عايز اعدي سريعا كده على اعلامنا او الاعلام المفترض اللي هو مناهض للانقلاب. يعني يا جماعه اللي اختشوا ماتوا خلاص، مش هتكلم كتير فيها، يعني ما ينفعش ان يبقى تيجي منكم انتوا الهجوم. كفايه علينا الزباله بتاعت السيسي، ما يبقاش هم وانتوا يعني، عيب. وده ردا على كل اللي بيقولوا احنا اخوان. انا بشوف ألسنة من اعلام الشرعيه بتهاجمنا بنفس منطق اعلام السيسي للاسف، وده شيء محزن. لكن مع كل ده احنا واصلين الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، لان احنا نوايانا صافيه فعلا، وما عندناش اي خوف من حد ولا حاطين مصلحه ولا حاطين منفعه، واصلين الحمد لله لملايين من الناس. واعتقد ان اي حد فيكم لو نزل الشارع وسأل 10 هيعرف احنا واصلين لكام في المية من البلد. هيلاقي عدد لا بأس به او نسبة لا بأس بها من اللي هو يسأله، عارفين يعني ايه حركة غلابة، وعارفين ميعاد 11/11 ومجهزين نفسهم ليه، لان ده امل لناس غلابة فعلا، ناس الطريق الدنيا اتسدت في وشها، اسودت في وشها. بارقة الأمل الوحيدة اللي طالعة النهاردة بعيد عن أي أيديولوجيات وأي انتماءات هي حركة غلابة. فبالنسبة لهم دعوة غلابة 11/11 دي بالنسبة لهم أمل كبير مش هيتنازلوا عنه بالساهل. حلمهم هيتحقق بمشيئة الله لأن ربنا معاهم. رسالة أخيرة أو رسالتين كده بسرعة لعساكرنا
اخواتنا اللي مضحوك عليهم او اللي فايقين ومش قادرين يتكلموا في الجيش. المواجهه الفتره الجايه انت بتواجه اهلك، 4 أخماس الجيش المصري المحترم اللي انا بعتز بيه من المجندين اللي هو اهلي واهلك. اوعى تسيب شويه كلاب في مجلس العسكري وشويه اللواءات الزباله اللي سرقوا البلد على مدار 60 سنه ولا 65 سنه يخلوك ترفع سلاحك في وش اخوك. اللي نازل اهلك وناسك، حاسب. اوعى تغلط الغلطه دي، هتبقى ساعتها عشت كلب ومت كلب. اوعى. حتى الكلب وفي عمره ما بيعض اهله، عمره ما بيعض ولاده ولا اخواته. اوعى انت بقى تبقى اوسخ منه. حاسب. اللي يقول لك اقتل اخوك اتعامل معاه انت، مش هقول لك اعمل فيه ايه، بس انك تسمع الكلام يا حبيب قلبي. الطاعه والاوامر مش انك تقتل اخوك، الطاعه ان انت تدافع عني وعنك وعن اهلك على الحدود. دي اللي فعلا الاوامر اللي تسمعها. غير كده يا بابا انك تستخدم سلاحك اللي انا وغيري 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 دافع ثمنه من جيبي عشان خاطر تقتلني انا ولا اخوك ولا ابن عمك، تبقى انت راجل قليل الادب وسافل وحقير وانا مش لاقي لك اوصاف. في النهايه انت راجل خاين. لو انت عايز تكمل في الدور ده كمل، بس برضه مش هتقدر علينا، لان اللي نازل شعب مش نازل فصيل، فعمرك ما هتقدر عليه. وفي النهايه افتكر منظر العساكر اللي طلع في محاوله الانقلاب في تركيا هيتعمل فيها ايه، واضرب اللي حصل ده في 10 هتعرف اللي هيحصل فيك. اللهم انا قد بلغنا اللهم فاشهد. عساكر الشرطه انتوا، انا عارف ان انتوا بقى ما فيش فيكم امل، انتوا اتربيتوا وكلتوا من سحت وتربيتوا على الوساخه وقله الادب والحقاره واذلال الشعب ده من زمان، يعني مش جديده عليكم. عساكر الجيش جديده تمام ولسه ما فاقوش اللي حصل وممكن يفوقوا وفيهم امل، لكن انتوا اللي هينزل فيكم يوم 11/11 بالميري والله ما هيترحم. اللي هيعدي فيكم في شارع ما هيترحم. ولا تقول لي ده اوامر سياده الزفت اللواء ولا سياده الضابط ولا سياده الخرا، ما حدش هينفعك. كلهم هيستخبوا زي الفيران وهيسيبوك انت يهبل اللي تحاسب على كل المشاريب اللي فاتت. كل المر اللي سقتوه للناس في كاسات هيترد لكم يوم 11/11. كسرتكم ولبسكم الطرح في 28 يناير مش هو بس اخر حاجه هيتعمل في 11/11، لا خالص. ساعتها احنا رحمناكم بعديها وعدت وقلنا بقى خلاص نبدا نقطه من اول السطر وهيتصلح حالكم. النتيجه اللي حصلت بعد كده والوساخه اللي عملتوها للناس والاجرام اللي انتوا عملتوه في خلال الفتره اللي فاتت بيقول ان احنا نبقى في منتهى الغباء واحنا مش اغبياء لو سيبناكم تاني ورحمناكم زي ما رحمناكم بعد 28 يناير. اللي جاي وحش على كل وحش، اللي جاي نار على كل اللي ولع في البلد دي نار. قسما بالله ما هيترحم فيكم حد هيمد ايده او يحاول يفكر يمد ايده على حد من الناس اللي نزل. اللهم انا قد بلغنا اللهم فاشهد. احنا براء من اي حاجه هتحصل لكم بعد كده. 11/11 اتسكع في بيتك واقعد اتفرج على البلد وهي بتتحرر. كل اللي اقدر اقوله لك. مش هدي رسائل او مش هبعت رسائل للعصابه اللي هم الروس الكبيره، لان الروس الكبيره الكلام ما بقاش ينفع معاها تمام، ومفيش مجال ان احنا نسامح فيها حد. خلاص احنا طالعين يا جماعه. صحيح عشان بس قبل ما نختم، طلع كذا موقع بيقول زي المصريون مثلا النهارده، وموقع تاني بيقول ان احنا بندعو لانتخابات رئاسيه مبكره وبندعو معرفش ايه وبندعو الرئيس للرحيل. ده مين اللي قال ان احنا بندعو الرئيس؟ الرئيس مين؟ هي خلاص يعني انتوا مين سمع حد فينا بيقول على القزم المهزأ المتخلف ده رئيس؟ هو من اول يوم احنا ما شفناهوش رئيس. فينا اللي شافه ماشي، بس اجمالي توجه الحركه ان مش شايف ان ده رئيس اصلا. ده عباره عن واحد مهزأ
مش عميل لاسرائيل، ده اسرائيلي صهيوني حقير عمل في البلد اللي ما عملتوش اسرائيل ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا الرومان قبل كده ولا اي حد خالص. ده عمل في البلد اللي ما اتعملش، ووصل الناس انها تاكل الزباله بشكل فوق ما كان حد فينا يتخيل. فده ولا عمره كان رئيس ولا عمره هيبقى رئيس، واحنا ما بنطالبش برحيله. مين اللي قال الكلام ده؟ ده المشنقه مستنياه، ده ما ينفعش يتساب. اللي فاكر ان احنا هندخله في عداله انتقاليه والكلام الفاضي ده كله يبقى راجل اهبل. ولا هنسمح بخروج امن لو عملوا رود. انا بقول للقيادات اللي في الجيش اللي متخيله ان هي ساعه الجد يقول لك احنا هنعمل وخروج، ما فيش الكلام الفاضي ده كله. الحق رقبتك يا حبيبي انت وهو، يلا يا بابا شوف لنفسكم حته استخبوا فيها. والله لو نزلتوا تحت سابع ارض لنجيبكم. كل اللي ساهم في قتل الناس وتجويع مصر بهذا الشكل وتدمير مصر بهذا الشكل وبيع نهر النيل وبيع الجزر بتاعتنا ارضنا ما هيتساب لو ساهم حتى بالصمت. فالموضوع اعتقد انه واضح للجميع، وكلامنا انا بتكلم بلسان ناس شوفوا نار قايده في قلوبهم ومش هتطفي الا لما نتحاسب، مش هتطفي الا لما نحسم المهزله اللي حصلت دي. وانا بدعو كل مصري حر يسمع الكلام ده ان انت تحضر نفسك اليوم 11/11 كويس. وبالنسبه للميعاد احنا مش اغبياء ومش سذج، وفي حاجات كتيره جدا ممكن تسموها خداع استراتيجي في الفتره الجايه. لكن من دلوقتي حط ايدك في ايدنا، احنا مدين ايدينا للكل، وخليك مستعد لاي حاجه في اي لحظه. ومن هنا لحد ما يحصل ده اكتب على فلوسك، اكتب على بيتك، اكتب على اي حاجه دعوه لثوره الغلابه 11/11. هم كلمتين، ثوره الغلابه 11/11. ان شاء الله نتقابل قريب نكمل مع بعض ترتيباتنا ل 11/11. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.